اهلا بكم في فلوج جديد من مدينة دهب. اهلا بكم في فلوج جديد، معاكم زين. اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هنروح مدينة دهب مع صحابي عمر وعشري. الفيديو اتأخر 4 شهور، رحت في شهر 10 وبصوره دلوقتي. الطريق اخد مننا 11 ساعة بالظبط او 13 ساعة لنكون دقيقين. يعني احنا طبعا ما رحناش دايركتلي 13 ساعة، كان في زي بريكات كده في الطريق. طبعا واحنا رايحين لما بتاخد بريك وبتنزل من الباص، الجبال محوطاك من كل ناحية ومفيش غير البنزينة مثلا اللي انت نزلنا فيها ناخد بريك، فبيبقى منظر فظيع زي الفيديو دوت كده. مثلا نوت صغيره لاي حد برضو ممكن يسافر دهب ياخد اكل معاه وهو رايح في الباص، لان انت لما بتاخد بريك وبتنزل اي ستيشن الشيبسي بتاع 35 جنيه. جاست نصيحه للمستقبل ان انت تشتري كيس شيبسي ب 5 جنيه عشان تشتروش ب 40 جنيه في البنزينه. اوكي تمام، يلا نكمل. وده كان المنظر قدام الكامب، حاجه جميله جدا بجد. ما كانش فيه للاسف الا حله واحده بس نعمل بيها الاكل، فاتصرفنا طبخنا في حله واحده. ما تسالونيش ازاي، وما كانش فيه اطباق، فجبنا اكياس بلاستيك واكلنا زي العرب بالظبط. بعدها نزلنا الممشى السياحي. انا حاليا في الممشى السياحي معايا محمد مجدي وعمر عاشري. اوكي، حاجه ملاحظها في الممشى السياحي بتاع دهب ان كل الممشى تقريبا مليان حيوانات. انا ومحمد مجدي من عشاق القهوه، دخلنا شوب قهوه نطلب قهوه. ريحه القهوه عجبتني انا. ايه هتطلب ايه؟ لسه بشوف المنيو كبير يا اسطى، في حاجات كتير قوي. بعدها انا ومحمد مجدي جبنا 2 ايس موكا وكان طعمهم حلو جدا. عجبك يا مجدي؟ تدي كام من 10؟ 10 من 10. بعدها رحنا نلعب بينج نكتشف المواهب اللي عندنا. هات ايدك من جوه تاني. بعدها لقينا الناس معاها طبلة، فعاشر قرر ان هو يروح يلعب معاهم لان هو بيعرف يلعب. وانا حاولت اتعلم ودي كانت النتيجة. الساعة 2 بالليل، كل المحلات قافلة، بس حاليا مروحين البيت بعد يوم ممتع شيق. بعد يوم طويل من السفر والتعب اخيرا روحنا وهننام. تاني يوم صحينا فطرنا. يوم جديد رايحين البحر، هننزل منطقة الثري بولز. منطقة الثري بولز ديت بيكون فيها شعاب مرجانية زي 3 برك سباحة. حاليا المفروض ان العربية جاية يعني، وبنلبس. فيو هنا قاتل. الناحية التانية يا شباب على فكرة السعودية، وده شيء رائع للغاية. Let's go to the three pools. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان عندنا أمل ننزل البحر النهاردة، بس الشواطئ مقفولة نظرا لأن في سمكة قرش عدت دراع واحدة 3 أيام. بس في باك اب بلان إن إحنا ممكن نروح رحلة سفاري اللي هي بقى البيتش باجي والعربيات اللي هي ب4، اللي هي بيتش باجي أكيد كلكم عارفينها. يعني دهب سموها دهب لشيء معين. الشيء المعين دوت هي الجبال اللي ورايا. الجبال اللي ورايا شكلها بجد فظيع وجميله بغباء يعني. اوكي، احنا حاليا طالعين على البيتش باجي. انا مش عارف انا هشيل الكاميرا ازاي، بس هحاول اتصرف، ممكن حد يجي ورايا بس. يلا بينا. وهنا الطريق بالبيتش باجي كان ممتع جدا بجد، اتمنى تجربوها في يوم من الايام. المكان يا الله شكله تحفه جدا بصراحه يعني. بعد كده شربنا شاي بدوي في وسط الجبال. بنشرب شاي بدوي. شاي بدوي من قلب الجبال. قررنا انا ومحمد مجدي نتسلق الجبل دوت ونشوف هو عامل ازاي من اخر نقطة فيه من فوق. ممكن فاهم حد يطلع بشوت جن ولا سلاح؟ كمين. طلع فين؟ طلع فين؟ تعالى معانا. قدامنا اختيارين يا شباب، ولا شمال. اختار ده. Look where we are. حرفيا in middle of nowhere، وسط جبال دهب. غالبا
كان فيه شلال هنا بس في الشتاء باين سيول يعني. عميقة يا شباب بشكل مش طبيعي. واحد لو رجليه اتزحلقت هنا هيموت لما بعد كده رجعنا من السفاري للثري بولز تاني وقعدنا فيها شوية، ولما روحنا كان في كلب قاعد قدام البيت عسول قوي فقعدت العب معاه شوية. 2 hours later. نزلنا بالليل حفلة جبل الطويلات، كان في عروض جميلة قوي زي التنورة، واخر عرض شفناه كان ان هما بيولعوا في كل الجبل نار، وده كان عرض جميل جدا بجد ولازم تشوفوه في الحقيقة، تحفة. بعد ما خلصنا الحفلة رحنا الممشى السياحي نتمشى شوية وجبنا ايس كريم. اسمك ايه؟ يوسف. اختار لي بولتين، واحدة مانجا وواحدة ليمون. تسلم ايدك. اوكي احنا خلصنا البارتي بتاع جبل تويلات في الطريق الى المنزل. اشوفكم بكره الصبح، تصبحوا على خير. تاني يوم صحينا ونزلنا ركبنا على طول عشان نروح البلو هول. جبنا ماسكوت ولايف جاكيت كان نعوم في البلو هول. اعتقد هتكون تجربه لطيفه، انا لسه صاحي صحيح فصباح الخير. بعرف اعوم سيكا بس ما تعبش وكده لان المنطقه غويطه شويه، فشوفكوا لما اطلع بقى احاول اصور اي حاجه. تشاو. ودي شويه لقطات من اللي صورناهم تحت الميه، وهنا كان في سرب اسماك كبير جدا ماشي قدامنا. بجد كانت تجربة مميزة بشكل مش طبيعي. الأسماك فيه كانت ملونة بشكل برضه مش طبيعي. حاليا رايحين أبو جالوم. أبديت صغير، احنا ركبنا سفينة عشان نروح أبو جالوم. السعودية قدامنا فبفكر نخلع من أبو جالوم ونروح السعودية أحسن. رحلة شيقة بالمركب، طلع كأني نازل البحر، موج كان عالي. بعد كده ركبنا عربية تاني عشان نروح الشاطئ، وهنا كنا وصلنا شاطئ البلو لاجون. شاطئ بجد تحس انه من الخيال، السماء صافية جدا والبحر صافي وشكله رائع. عايز اوريكم حاجة برضو، بصوا المياه نقية ازاي، يعني بص في كلب جولدن بيصيف وانتوا لأ. اجمل الشواطئ، تجربه جدا مميزه. عشان نوصل هنا اخدنا مركب، وبعد المركب اخدنا عربيه، وبعد العربيه اخدنا عربيه كمان، فموضوع خرافي يا شباب. بعد كده لقيت ناس بتلعب كايت سيرفينج فروحت اصورهم، والاسعار جدا مش لطيفه، بتبدا ب $300 تقريبا. خلصنا البلو لاجون وحاليا متوجهين الى المنزل. كان يوم لطيف، يوم لذيذ، يوم رايق في دهب مع العرب اللي موجودين هنا. النهارده اخر يوم لينا في مدينه دهب الجميل. بعد كده لقينا صقر مع العرب، فانا من طبعي بحب كل الحيوانات قوي فعوزت امسكه واتصور معاه. One day later. صباح الخير. دي كانت نهاية رحلتي في دهب. حاليا بسلم الشقة اللي احنا قاعدين فيها. يلا بينا نروح على الباص سريعا.